في كل مرة أدخل فيها الجامعة وأرى كل هذا الكم من عربات الأمن إلى آخره. وهذا وضع استثنائي تماما، ونتمنى ألا يدوم، ويعني نتمنى أن تراجع جماعة الإخوان المسلمين نفسها، وفي الوقت نفسه أن يعني يراجع النظام القائم نفسه طيب دكتور، ويعدل من هذه التعديلات. حفصة لم تأتي على ذكر إخوان مسلمين أو سواهم. الآن المشكلة هي بين طلاب الجامعات والسلطة. أنت تقول طلاب الجامعات يدفعون ثمن. يدفعون ثمن ماذا؟ بالنهاية يدفعون ثمن هذه الإجراءات الأمنية التي أنت حضرتك شخصيا قلت أنك شاركت بالتاسع من مارس بأحد الاحتجاجات ضد محاولة السيطرة على الجامعات. هنالك شيء ليس على ما يرام بين الجامعة، طلاب الجامعات والسلطة، وألا تعبر هذه يعني مثل صغير عن طريقة تعامل السلطة مع الشباب عموما؟ بالتأكيد أنا عندما شاركت في هذه الوقفة الاحتجاجية سمح بهذه الوقفة الاحتجاجية، وحمل البعض لافتات كتب عليها عبارات مناهضة لقانون تعديل الجامعات، ووقف الأساتذة يعني ساعة أو شيء من هذا القبيل، وانتهى الأمر عند هذا الحد. ولو كانت المظاهرات في الجامعات هي مظاهرات سلمية ولها أهداف محددة ومطالب محددة، لما كان الوضع في الجامعة قد وصل إلى حد يعني إلى هذا الحد الذي يسيء للجميع.